مين قال ان حشوات السمبوسك للحمه المفرومه والجبن والحوادق وبس؟ لا، احنا هنعمل منها حاجه حلوه كده، وهنحشيها حاجه مسكره، وهنعمل منها صنف حلو كده انما لذيذ نوع جدا، حلويات كده مسكر وحلو. يعني لو في يوم في عزومه عندك في رمضان ما عندكيش بسبوسه او كنافه او قطايف او جلاش، بلفه سمبوسك عندك من اللي انت عامله منها حشوات باللحمه المفرومه، هتاخدي منها نصها كده، او تجيبي سمبوسك كامله وتبداي تعملي بيها صنف الحلويات ده. سهل وسريع ومش هياخد معاكي وقت خالص، وبربع كوبايه سمنه بس، ما بياخدش سمنه كتير خالص، هي ربع كوبايه سمنه، معلقتين كمان بس كده من السمنه، وهنعملها بحشوه اقتصاديه وموجوده في كل بيت، وحاجه كده في منتهى الجمال. كل اللي هيدوقها هيقولك تسلم ايدك عليها. صدقوني جربوها وهتعجبكم جدا. انا دايما بجيب لكم كل حاجه سهله وبسيطه وكمان اقتصاديه مش مكلفه كتير. لفه باكت سمبوسك بس كده هتجيبيه تقريبا عامل 25 جنيه او 22 جنيه، وهتعملي منه صنف الحلويات ده حلو جدا. ممكن تعملي كمان حشوة اللحمة المفرومة، والنص التاني تعمليه حلويات زي ما هنعمله دلوقتي. عارفين انها حلوة جدا، وكمان وانت بتشتغلي فيها هتساعدك جدا، لان هي مش زي الجلاش بينشف بسرعة كده وبتكسر معانا، لا هي حلوة كده وبطريقة وبتقعد معاكي. يلا سمي الله وخشي حطي لايك للفيديو، وهاتي اي صينية عندك بتدخل الفرن وحطي فيها معلقة صغيرة كده من السمنة، ويفضل تكون سمنة بلدي او فلاحة، هتكون حلوة جدا. مفيش اي نوع سمنة عندك، ودهني كده الصينية كلها بمعلقه السمنه الصغيره دي. وما تنسيش تحطي لي لايك يا سعديه انت وهي. ويلا تعالي نشوف الطريقه. سميت الله، واول حاجه عملتها كده جبت المفرش السيليكون بتاعي عشان احط عليه السمبوسك واحشي عليها. تقدري تحطي اي حاجه كده على كاونتر المطبخ، ويعني زي طبق كده او اي حاجه عشان تعملي عليه، ولو الرخامه بتاعتك نضيفه حطي عليها على طول مفيش اي مشكله. معايا بقى الحشوه بتاعتي هنا سوداني مجروش وجوز الهند، وهحط عليهم كده معلقه من سميد البسبوسه. هحط معلقتين، يلا مش هستخسر فيكم حاجه، انتوا جدعان وهتحطوا لي لايك فمش هستخسر فيكم حاجه. حطيت بقى شويه سوداني مجروش وشويه جوز الهند وشويه ومعلقتين كده من سميد البسبوسه. طبعا انا حاطه الحشوه دي على قد الكميه اللي انا هعملها، تقدري تكتري او تقللي زي ما انت عايزه على حسب برضو الكميه اللي انت هتعمليها، سواء نص باكت سمبوسك او باكت بحاله او 2 باكت زي ما تحبي. تمام. كمان تقدري تحطي الحشوه اللي انت عايزاها، تقدري تحشي باي حاجه عندك، اي حاجه تحبيها تقدري تحشي بيها. ممكن تعملي كده مهلبيه اذا كنا عاملين بيها الكنافه، تحشي اي نوع مكسرات تحبيه. انا بقى حطيت الحشوه دي كده، حطيت لها معلقتين عسل. ما عندكيش عسل نحل تقدري بالسيرب بتاع اللي هنسقي بيه كده السمبوسك تحطي منه معلقتين. تمام كده وخلاص. كده الحشوه بقت جاهزه معايا. هجيب بقى واحده السمبوسك كده وهحط الحشوه وهتني بقى كده من الطرفين وابدا اتني، وانا بشتغل كده وبتني على جوه بتني الاطراف معايا. يعني بقفل كده على الحشوه كويس عشان ما تخرجش معايا، وكمان بديها شكل حلو ان انا بفضل اقفل في الورقه لحد الاخر. مش عارفين اللفه كده بتاعت ورق العنب؟ هي زي لفه ورق العنب كده بالظبط. بتحطي الحشوه هنا بقى، بوريكي بقولك ان انت ممكن تدهني ميه، تعملي كده شويه ميه بنشا وتلزقي بيهم طرف السمبوسك. بس انا مش هعمل الخطوه دي، لان انا هتنيها كده واروح حطها في قلب الصينيه على الحرف ده، وطبعا الصينيه مدهونه سمنه فهتلزق فيها، فمش هتلف معايا ولا يمين ولا شمال ولا هتتحرك، فهتفضل ثابته. ولما تخش الفرن برضو هتخرج هتبقى ثابته على وضعها وهتتماسك كويس ولا هتفك ولا اي حاجه. هعمل معاكم واحده كمان علشان تشوفوها. بصوا وانا بتني كده انا بحط الحشوه وبقفل عليها من الجنبين، وببدا ان انا الف كده واتني الحرفين وانا بلف. تمام، علشان ايه الحشوه ما تقفش معايا. انا حشيتها كده لفتها من غير ما اتني الجنبين، لقيتها شكلها مش لطيف يعني، وهي الجنبين بتوعها متنين كده بتدي شكل احلى في الاخر، شكل حلو كده عامل يعني زي الكرواسون كده، او يعني حاجه كده لفه شكلها حلو. هي بالظبط كده ايه، بتلفوها كده زي ما بتلفي ورق العنب. ولو مش عارفه يا سعديه لف ورق العنب ازاي، اللي لسه جداد كده وما يعرفوش اصلا يلف ورق العنب، اهو زي ما انتم شايفين بقفل وبجيب الطرف اليمين على الطرف الشمال وبتني وبلف، واجيب تاني الطروف كده على اليمين والشمال وبدخلها لجوه وبلف. لو مش حابه ممكن تعمليه كده تلفيه كله وتطبقيه كده، وبعد كده تبداي ان انت تلفي اهو بالشكل ده. سهله وبسيطه ومش هتاخد معاكي وقت خالص ومنجزه. ما عندكيش جلاش مش هنقف. عايزه اقول لكم دي بتبقى احلى بكتير من الجلاش، مقرمشه كده وطعمها حلو جدا وبتفضل مقرمشه معاكي. بنحط عليها العسل
وبنحطها في طبق التقديم بشكل حلو كده وبنزينها، وتفضل معاكي لحد تاني يوم مقرمشه ما بتضطرش خالص غير الجلاش. فالسمبوسك دي مظلومه معانا بجد، عشان ما بنستخدمهاش غير في الحوادق وبس. بتحطيها في لحمه مفرومه، جبنه كده بزيتون ماشي، شويه خضار ماشي، سبانخ بالجبنه ماشي، لكن ناسينها خالص في الحلويات، مع انها حلوه جدا وطعمها احلى بكتير من الجلاش. وكمان وانت شغاله فيها بتبقى طريه ومعاكي زي ما انتم شايفين، انا مش مغطياها ولا حاجه وشغاله فيها زي الفل. الجلاش بقى تقدريش تشتغلي فيه كده براحتك، تبصي تلاقيه نشف وتكسر معاكي، مع ان الجلاش ليه وصفات حلوه كتير جدا، هعمل لكم منه وصفات برده كتير قوي. بس انا جبت لك السمبوسك دي عشان برده لو انت ما عندكيش جلاش في الفريزر، او ما عندكيش كنافه وعايزه تعملي صنف حلو كده، السمبوسك بنجيبها وبتقعد معانا في الفريزر بالشهور، ما بيجرالهاش حاجه. بتطلعيها تفك وتبداي ان انت تشتغلي فيها وتعملي الوصفه الجميله دي، مش هتاخد وقت خالص. كمان ليها وصفه تانية ممكن نقليها في الزيت، بس انا حبيتها تكون صحيه، ومعلقه سمنه بس كده وندخلها الفرن وتطلع معانا احلى صنف حلويات حلو جدا. الحلويات الشرقيه طبعا لا يعلى عليها، ودي طبعا يعني انا كنت شايفه وصفه كده تركيه حلوه جدا، فانا اقتبست الطريقه دي منها وعملتها كده بالسمبوسك اللي هي الجاهزه. هم طبعا كانوا عاملينها بعجينه، بس انا لقيت دي يعني حلوه جدا، ولقيتها يعني جربتها لقيتها مقرمشه وحلوه، وكمان مش مكلفه واقتصاديه، والحشوه موجوده عندنا، يعني شويه سوداني على شويه جوز الهند، وطبعا في رمضان كله بيجيب الحاجات دي. فهتحشي كده وتطلعي معاكي الحلويات سريعه كده وسهله جنب السفره الرمضانيه بتاعتك، هتبقى حاجه حلوه جدا. هعمل بقى الكميه دي كلها كده وهخلص الصينيه كلها. انا استهلكت كده نص الباكت اللي معايا كله. دي يا جماعه نص باكت، مش باكت بحاله زي ما قلت لكم. انا كنت جايباها كانت عندي في الفريزر، وكنت عامله منها حشوه كده باللحمه المفرومه، واتبقت معايا عملت بيها صنف الحلويات ده كده فوق الروعه. هتعملوه هتجربوه وصدقوني هتدعوا لي عليه لانه هيعجبكم جدا. بصوا بقى انا هنا خلاص يعني قربت اخلص، فاضل لي صف واحد للصينيه كده. وعايزه اقول لكم ان انا ما كنتش عارفه اصلا ان الصينيه هتاخد الكميه دي كلها، فطلعت خدت الكميه بالظبط، يعني جت على قدها بالظبط. خلصت بقى الكميه كلها اهي زي ما انتم شايفين، خلاص كده خلصت معايا وبقت الصينيه جاهزه معايا. هعمل ايه بقى؟ معايا ربع كوبايه من السمنه، او بالظبط معلقتين بس سمنه. ولو عايزه تحسبي المعلقه اللي اتحطت دي مفيش اي مشكله، معلقتين بالظبط كده سمنه هتشوفوهم دلوقتي. سيحتهم وببتدي بقى ان انا ادهن وشها كده بالفرشه، وبعد كده هدلق السمنه دي كلها عليهم زي ما انتم شايفين اهو، معلقتين بالظبط مش اكتر. ودي احلى حاجه في الوصفه ان هي ما بتاخدش معايا سمنه كتير. دهنتها بقى كلها اهو كده من فوق، وهدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 160. الجلاش بنحطه على درجة حرارة 180، لا دي 160 عشان عايزينها تحمص شوية من جوه عشان تخينة شوية عن الجلاش. هحطها على الرف الوسط. لو ما عندكيش درجات حرارة هتخلي درجة الحرارة بتاعتها متوسطة. طلعت معايا بالشكل ده، خدت لون من الجناب ومن فوق ومن تحت، وخدت لون حلو جدا زي ما انتم شايفين. يعني خدت في الفرن حوالي تلت ساعة، من 15 ل 20 دقيقة كده. حطيت بقى عليها السيرب ده كان جاهز عندي، دايما بجهز كمية كده من السيرب واخليها عندي. السيرب اللي هو الشربات، تمام، عشان ما تتوهش مني، بعمل الشربات واجهزه واخليه عندي في اي وقت اعمل حلويات يبقى جاهز كده واسقي بيه على طول. طبعا انت هتعملي لها الشربات بقى بتاعك، هتعملي كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص من الميه، وما تقلبيش فيهم ولا اي حاجه، تحطيهم على النار، واول ما يغلي هتروحي حاطه نص عصره ليمونه وتعدي 7 دقايق، وبعد كده تطفي عليه وتسيبيه يبرد. الحلويات بتاعتك دي تخرج من الفرن تبقى سخنة وتسقيها بالسيرب يكون بارد. هنا بقى السمبوسك طلعتها سقيتها كانت سخنة والسيرب بارد. عايزة اقول لكم قرمشة حلوة جدا، طعمها لذيذ بجد بجد، يعني هيفوتك كتير لو ما جربتيهاش. طبق حلو جدا مش مكلف، بينجز معاكي كده، وحاجة سهلة وبسيطة واحلى من الجلاش بكتير. اول مرة بقى بتشوفيني انا عفاف ودي قناتي، اتمنى كده ان انت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. سيبكم بقى في رعاية الله، اشوفكم في فيديو جديد على خير، ومتنسوش تحطوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.